ازيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة افكار وابتكار. النهاردة زي ما عودناكم الفكرة بتاعت القناة بتاعتنا ان احنا بنجيب لكم افكار بسيطة جدا وحاجات مش مكلفة تقدري تعمليها، وفي نفس الوقت تقدري تبتكري فيها اللي يناسبك واللي ينفعك واللي يناسب ظروفك. النهاردة جايبين ايه؟ جايبين لك الفكرة دي. لو انتي عندك عروسة وبتجهزيها ومحتاجة نيشك يبقى متزين وشكله جميل قوي وفي نفس الوقت بأسعار بسيطة جدا وحاجة مش مكلفة، تابعينا. لو انت في نفس الوقت عايزة تعملي مشروع بسيط جدا ومن البيت مش هياخد منك ساعة في اليوم وهتقدري منه تحققي ربح كويس، برضو تابعينا. وفي نفس الوقت الفكرة دي بتفيدك في ايه؟ داخلين كل سنة وانت طيبة على رمضان، وعزومات ومهلبية ورز بلبن وكنافة بالمانجا وكاسات من دي محتاجينها. محتاجة تكلفي نفسك وتشتري كاسات جديدة عشان المعازيم وعشان ضيوفك؟ لا، انت مش هتكلفي نفسك معانا خالص. ازاي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ، بس اعملي لايك وشير للقناة عشان تستفيدي ويوصلك كل جديد وكل افكارنا الجديدة ان شاء الله. زي ما قلنا لك الموضوع مش مكلف خالص، حاجاتنا بسيطة وخاماتنا بسيطة ومش محتاجة خالص مصاريف. طيب هنستخدم ايه؟ اول حاجة هنجيب كاسات عادية خالص زي اللي حضرتك شايفاها كده، يعني تقريبا هما التلاتة منهم ما بيعدوش ال20 جنيه. تاني حاجة بنجيب رش سبراي زي ده، برضو رخيص جدا مش غالي. بتختاري بقى اللون اللي انت عايزاه، في منه جميع الالوان زي ما انت شايفة، في الازرق، في الذهبي، الفضي، في احمر، في اخضر، في كل الالوان اللي انت عايزاها على حسب اللون اللي انت بتختاريه وعلى حسب ذوقك. هنعمل ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لبست جوانتي، طبعا ما فيش جوانتي فانا اتصرفت ولبست كيس ثلاجة عادي اهو. نجيب الازازة دي تفتحيها كده ترجيها عادي خالص، وبتكملي للاخر. بتسيبيه بقى يعمل ايه؟ بتسيبيه ينشف تقريبا كده ساعتين، ولو في مروحة او مشغلة عليه مروحة في هوا بياخد ساعة بس. طيب انا عشان وقتنا ده جهز ونشفه. طيب هنعمل فيه ايه؟ نجيبه زي ما انت شايفة كده. خاماتنا هنحتاج ايه؟ خرز بتختاريه برضو في نفس الوقت على ذوقك. لولي، في من ده لولي شرايط عند بتاع الخرز برضو، وفي من ده زي بيرة كده اللي احنا حاطينها ايه على الكاس ده. اول خطوة بقى هنعمل ايه؟ هنجيب اللولي ده بالراحة خالص بتقصيها تثبتيها كده. هنا بقى انت بتشكلي بقى وبتدي اللولي او الوردة او الاشكال اللي انت عايزاها على حسب ما انت شايفة قدامك. احنا عاملين كذا فكرة وكذا شكل،
بتختاري بقى الشكل اللي يناسبك واللي يناسب ذوقك، يعني مش متقيدة بأي حاجة أو خرزة معينة. هنيجي هنا نعمل فيونكة كده، فيونكة كده. نكمل بقى نعمل ايه بالراحة كده، هنعمل ايه خطوط كده ماشية بالراحة. كده زي ما انتي شايفة. نكمل للآخر اللولي. لو في بقى اي شمع زيادة بتشيليه بقى عادي خالص بمنتهى السهولة. وده شكل الكاس بعد ما خلص. طبعا عملتلك كذا منظر فيه علشان تختاري الوردة دي، او ممكن تعملي فيونكات زي كده، او ممكن تعملي وردة كده بالشكل اللي يريحك واللي يناسبك. تقدري تختاري على حسب ذوقك. وكده الكاس بعد ما خلص. طبعا كل ده هنضفه بقى بعد ما اخلص. ادي شكل، وادي معاكي شكل، وادي شكل تاني. بصي انت بتختاري الشكل اللي يريحك وعلى حسب ذوقك. وادي شكل، شوفي قد ايه تحفه وقد ايه قيم وقد ايه منظره هيبقى شيك جدا في النيش، وقد ايه جميل قوي وهيشرفك في اي عزومه عندك، شرفك قدام ضيوفك. كمان فكره حلوه قوي لو في جنبك عروسه، لو انت عايزه تعملي مشروع هتستفيدي منه في اقل من 10 دقايق. عملنا فكره وعملنا مشروع. لو عجبك الفيديو وعجبتك الفكره اعملي لايك وشير للقناه عشان تستفيدي من كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.